أكيد جاتلك فترة في حياتك كنتي واقفة قدام قرار مهم جدا، عقلك بيقولك ما تعمليش كده، ده مش منطقي، وفي نفس الوقت قلبك بيقولك أو إحساسك بيقولك جربي، يمكن دي الحاجة اللي انتي بتحلمي بيها من زمان. فتفضلي واقفة في النص مش عارفة تمشي ورا عقلك ولا قادرة تتجاهلي إحساسك بالموضوع. بس خليني أسألك سؤال مهم، هو أصلا لازم نختار يا إما بالعقل يا إما بالقلب؟ ولا يمكن المشكلة إن احنا بنستخدم كل واحد فيهم في الوقت الغلط؟ احنا اتربينا على فكرتين عكس بعض تماما، ان احنا يا اما نفكر بعقلنا علشان المشاعر ما بتأكلش عيش، يا اما نسمع احساسنا وقلبنا وما نخليش الخوف يضيع علينا اي حاجة. ومش مهم اختيار العقل ولا المنطق، ولو فكرتي فيهم هتلاقي ان الاتنين عندهم حق، والاتنين برضو ممكن يودوكي في داهية. العقل لوحده ممكن يخليكي تختاري حياة باينة ان هي مستقرة او آمنة، بس هي مش حياة، ما فيهاش احساس، ما فيهاش روح. والقلب لوحده ممكن يخليكي تعيشي لحظات عظيمة زي ما بنسميها بقى الشغف والإحساس العالي قوي بالحاجة اللي أنا بحبها، بس برضو تدفعي تمنها قدام، إنك خسرتي استقرار وحياة تبان آمنة أكتر. عشان كده الاختيار الصح مش إنك تختاري العقل أو القلب، الاختيار الصح إنك تخلي عقلك هو اللي يسوق وقلبك هو اللي يقولك إحنا رايحين على فين. أول حاجة عايزة أكلمك عنها في الموضوع ده إن مش كل إحساس حلو بنحسه ناحية حاجة معناه شغف. أوقات بنبقى فاكرين إن هو ده الشغف، بس الموضوع بيكون كله مجرد إن أنا متحمسة قوي للحاجة دي، مجربتهاش قبل كده، أو تجربتي فيها كانت لذيذة جدا لدرجة إن الموضوع فيه حماس أو فيه حاجة مشجعاني قوي إن أنا أعمله تاني. بس في فرق كبير ما بين إن أنا بحب الحاجة دي فعلا وما بين إن أنا بس متحمسة ليها دلوقتي. إحساس الحماس ده لما بيحركك بيكون ناحية الحاجة اللي انت عايزاها دلوقتي حالا، لكن الشغف الحقيقي لما بيحركك بيخليكي مستعدة تشتغلي على الحاجة دي حتى لو مفيش حماس، حتى لو مفيش إحساس عالي قوي ناحية الحاجة دي، لكن انت فعلا بتحبيها، مستعدة تقدمي أي حاجة علشان تفضلي تعمليها. يعني مثلا ممكن تكوني شفتي فيديوهات حد بيعمل محتوى مثلا على اليوتيوب أو على أي منصة، وشفتي مثلا إن هو عنده ناس كتير أو في تفاعل أو في ناس كتير بتحبه. أول حاجة هتقوليها أنا كمان عايزة أعمل قناة يوتيوب أو عايزة يبقى عندي صفحة على الانستجرام أو تيك توك أو أي حاجة، وعايزة أنا كمان أقدم محتوى. ليه؟ لأن الموضوع شكله لذيذ قوي من بره، فده حماس. لكن بعد كام شهر لما تيجي تجربي بقى الموضوع على حقيقته وتلاقي إن المشاهدات قليلة عادي، تلاقي إن التصوير متعب، تلاقي المونتاج بياخد وقت طويل، تلاقي إن المحتوى نفسه مش أي حاجة بتتقال وخلاص، هتبقي ساعتها لسه عايزة تكملي فعلا؟ ولا هنا هتقولي لأ أصل الموضوع كده مش شغال، أنا محتاجة أغير أو أجرب حاجة تانية؟ فساعتها ده مش معناه شغف خالص، ده مش معناها الحاجة اللي بتحبيها فعلا. الشغف الحقيقي أو الحاجة اللي بتحبيها فعلا وعايزاها فعلا مش بتظهر وقت ما الناس بتسقفلك ووقت ما النتيجة النهائية خلصت ووصلتي لبر أمان، لكن بتظهر وقت التعب والمحاولة والشغل المستمر وما تبقيش نايمة كويس وبرضه مبسوطة وشغالة. تاني حاجة عايزة أكلمك عنها بالنسبة للموضوع ده إن ساعات بنبقى فاكرين إن العقل هو اللي مختار، بس الحقيقة الخوف هو اللي مسيطر، ودي غلطة بنقع فيها كتير قوي. أحيانا بنفتكر إن أي صوت جوانا بيقول لنا لأ إن ده صوت العقل أو الحكمة، لكن ده مش بالضرورة خالص. أحيانا كتير اللي بنسميه عقل بيكون خوف متنكر في شكل عقل أو في شكل منطق. لما تلاقي الصوت اللي جواكي بيقولك ما تبدأيش البروجكت أو المشروع اللي انت عايزة تعمليه ده، السوق صعب دلوقتي. لما تلاقي ان هو بيقولك ما تغيريش شغلك، الدنيا مش مضمونة، حتى لو انت مش مرتاحة لا خليكي برضو، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. هتلاقي الصوت ده بيقولك مش لازم تتعلمي حاجة جديدة، انت خلاص كبرتي على الموضوع ده، انت اتعلمتي كتير قوي بما فيه الكفاية، مش محتاجة تاخدي ريسك في أي حاجة، ما تجربيش أصل انت ممكن تفشلي. فساعتها بنسأل نفسنا سؤال مهم جدا، هل ساعتها فعلا أنا بفكر بعقلي ولا أنا بحاول ألاقي مبررات تبان شيك للخوف اللي جوايا؟ العقل أو المنطق الحقيقي اللي مبني على خبرة وتجربة هيقولك لو هنجرب إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل وإزاي أستعد لده وأكون جاهزة ليه. يعني أنا كده كده هجرب، كده كده هدوس في الموضوع. يعني مش الخوف هو اللي منعني، لكن المنطق بيخليني أدرس الموضوع كويس. تالت نقطة مهمة في الموضوع ده إن القرار الصح مش دايماً هو القرار اللي شكله آمن أو مستقر أو جميل. لو أنت مثلاً في شغل مستقر، مرتب كويس جداً، كل حاجة ماشية زي الفل، لكن عندك حلم، عندك حاجة بتحبيها نفسك تعمليها،
نفسك تعملي مثلا مشروع خاص بيكي أو حاجة نفسك تركزي عليها قوي وبتحبيها فعلا، فعقلك أو الصوت اللي بنسميه ده صوت العقل هيقولك لا، خليكي في شغلك المستقر ومرتبك الثابت وحياتك الطبيعية. لكن دايما هيبقى جواكي إحساس صوته ما بيهداش، عمال يقولك أنا مكاني مش هنا، أنا عايز أعمل الحاجة اللي بحبها وعايز كمان أكون متميز فيها، سيبي كل حاجة وخلينا نبدأ في الحاجة اللي احنا عايزينها وبنحبها. طب ساعتها تعملي إيه؟ ما ينفعش تمشي ورا صوت العقل أو الصوت اللي احنا مسميينه صوت المنطق بشكل أعمى، إن أنا خلاص أنا لازم أكمل حياتي بالروتين ده وبالشكل ده، وابقى يعني عبيطة قوي لو سبت كل ده وابتديت في حاجة من الصفر لسه من الأول. وبرضه مش صح إنك تسمعي لصوت إحساسك أو شغفك أو الحاجة اللي بتحبيها بشكل متهور من غير أي حسابات ومن غير أي اعتبارات. وطبعا أكيد سمعتي الحل ده من ناس كتير، إنك تعملي الحاجة اللي بتحبيها جنب شغلك أو جنب الشكل المستقر لحياتك، وتختبري نفسك وتختبري السوق وتتعلمي وتجمعي فلوس، وبعدها تقدري تاخدي قرار كبير إنك مثلا تسيبي الحياة الآمنة المستقرة دي وتنطي على الحاجة اللي بتحبيها. فبدل ما بتسألي نفسك أختار ما بين العقل أو الإحساس أو الحب اللي أنا بحبه ده، أختار ما بين العقل ولا القلب، اسألي نفسك إزاي أخلي عقلي أو المنطق يساعدني عشان أحقق اللي أنا بحبه واللي أنا شغوفة بيه. رابع حاجة عايزة أكلمك عنها، في قرارات محتاجة عقل أكتر وقرارات محتاجة قلب أكتر. يعني مش كل قرارات الحياة بتتحسب بنفس الطريقة دي. يعني لو بتشتري شقة، لو بتبدأي مشروع، لو عايزة تسيبي شغل، قرارات المهمة الكبيرة دي الأرقام فيها مهمة والدخل مهم والريسك مهم والبدايل والاحتمالات الكتير لازم تفكري فيها كويس قوي، لأن الفشل هنا أو الوقوع هنا بيبقى تمنه عالي شوية. ففي المواضيع اللي زي دي لازم العقل يكون حاضر جدا، لازم المنطق يكون هو اللي بيدرس الموضوع. لكن لو مثلا عايزة تجربي تجربة جديدة، عايزة تشوفي هي الحاجة دي انتي متميزة فيها ولا لأ، المجال ده انتي هتعرفي تبقي شاطرة فيه ولا لأ، هواية جديدة، مجال فني، حتى حاجة بتتعلميها بس أول مرة بتتعلميها، ده مش محتاج عقل قد ما هو محتاج يبقى عندك القلب الجامد والإحساس الشجاع إنك تدوسي فيها وتتعلميها بمنتهى الحب وبمنتهى الإصرار. والتجربة نفسها هي ساعتها اللي بتديكي المعلومات اللي كانت ناقصاكي، هي اللي بتديكي التأكيد إذا كانت دي الحاجة فعلا اللي بتحبيها ولا لأ. اسألي نفسك 3 أسئلة قبل أي قرار كبير. لو هلغي الخوف من القرار ده هختار إيه؟ كأن اللي أنا خايفة منه ده عمره ما هيحصل، كنت هختار إيه؟ السؤال التاني، لو فشلت والفشل ده مش هيحسسني بأي كسوف أو إحراج قدام الناس اللي حواليا، قدام الناس اللي أنا قلت لهم قد إيه أنا حابة الموضوع ده وقد إيه أنا هثبت نفسي فيه وهنجح وهكسر الدنيا، بس اللي حصل إن أنا فشلت، ما كسرنيش أو ما حسسنيش بالعار قدام الناس، بالعكس ده زودني إصرار إن أنا أكمل وأحاول. هل فعلا ساعتها الفشل هيخليني أكمل وأحاول ولا هيخليني أوقف عن الموضوع كله لمجرد إن أنا بس اتحركت قدام الناس أو حسيت إن أنا فاشلة قدام الناس؟ فالسؤال التاني، لو الفشل حصل هل هيكسفني قدام الناس ويوقف محاولاتي ولا هيخليني أفضل مكملة ومصرة ومش هبص خالص لأي حاجة موقفاني في الطريق؟ لأن أوقات كتير إحنا ما بنكونش خايفين من الفشل نفسه، إحنا بنكون خايفين إن شكلنا قدام الناس يكون فاشل. والسؤال التالت، لو أنا هختار الطريق ده أو القرار ده هل أنا مستعدة أتحمل تمنه مهما كان؟ لأن كل اختيار وليه تمن، لما اختار الاستقرار ده ليه تمن، ولما اختار الريسك أو المغامرة ده ليه تمن، ولما اختار وظيفة بحبها ده ليه تمن، ولما اختار وظيفة فلوسها كتير بس ما بحبهاش برضو ليه تمن، وحتى عدم الاختيار ليه تمن وتمنه كبير قوي. في سؤال أصعب من كل دول، إيه اللي أنا مستعدة أعمله علشان أوصل للنتيجة اللي أنا بحلم بيها دي؟ يعني آخري لغاية فين؟ لأننا كلنا عايزين حاجات وبنحلم بحاجات، وكلنا عايزين ننجح، كلنا عايزين نشتغل في حاجة بنحبها، كلنا عايزين نختار بقلبنا أكتر من عقلنا. لكن هل إحنا مستعدين للروتين اللي بيحصل والتعب اللي بيحصل والتمن اللي بيدفع عشان نحقق النتيجة دي؟ هل مستعدين نفشل؟ هل مستعدين نتأخر؟ هل مستعدين إن إحنا نشوف كل اللي حوالينا ما بقوش مصدقين إن إحنا هنحقق ده فعلا من كتر ما إحنا اتأخرنا وفشلنا ووقعنا كتير؟ هل مستعدين إن إحنا نكمل حتى وإحنا مش لاقيين تقدير، مش لاقيين عائد مادي كويس، مش لاقيين ناس بتشجعنا أو بتسقف لنا على الحاجة اللي إحنا بنعملها؟ هنا بنقدر نفرق جدا ما بين ده شغف وحاجة بحبها فعلا وما بين ده مجرد بس حماس أو يعني انبهار بشكل النتيجة اللي أنا بحلم بيها. الشغف والحب الحقيقي
مستعد يعيش الرحلة مهما كان التمن. وعايزة أقولك حاجة يمكن محدش قالها لك قبل كده، مش شرط خالص تكوني عارفة الإجابة من أول مرة. ممكن تسألي نفسك الأسئلة دي كتير قوي ولسه ما وصلتيش لنتيجة مؤكدة أو إجابة مؤكدة بنسبة 100%. مش لازم نبقى عارفين حياتنا رايحة لفين على فكرة، ومش لازم نكون واخدين كل القرارات اللي احنا دارسينها بقى وعارفين كل حاجة ودارسين كل حاجة. مستحيل ده يحصل. ما تستنيش يقين كامل، ما تستنيش إجابة مؤكدة. انتي بتاخدي الخطوة اللي جاية وهي اللي بتوديكي للي بعدها. لازم نجرب علشان نعرف. لازم تسألي نفسك أهم سؤال: إزاي أخلي قلبي هو اللي يحدد الاتجاه وعقلي يحدد الطريق؟ ففي النهاية حبك وشغفك هيقولك انت عايزة تروحي فين، وعقلك والمنطق والحكمة اللي عندك هيقولولك تروحي ازاي بأقل الخسائر. والتجربة هي اللي هتقولك انت فعلا عايزة ده ولا بس كنتي متخيلة انك عايزاه. وأكيد إن مش دايما القرار الصح هيخليكي مرتاحة دلوقتي. القرار الصح ممكن يخليكي بعد سنين تبصي وراكي وتقولي الحمد لله إن أنا مشيت الخطوات دي وإني فكرت بالشكل ده، وإن طبعا فوق كل ده ربنا هو اللي وفقني في كل خطوة، وهو اللي ألهمني بكل حاجة أنا بحبها ونفسي أعملها. برغم إني كنت خايفة بس كنت حقيقية قوي وصادقة مع نفسي، وصدقت إحساسي وما خليتش خوفي هو اللي يوقفني، ولا تجاهلت إحساسي كأنه حاجة ملهاش لازمة. فبعد سنين لما تيجي تبصي وراكي هتعرفي إن انتي عمرك ما كنتي بتختاري ما بين العقل أو القلب، انتي كنتي بتتعلمي إزاي تشغلي الاتنين مع بعض. اكتبيلي في الكومنتات ايه آخر قرار كبير أخدتيه، كان بالعقل ولا بالقلب، ولا عرفتي تظبطي الاتنين مع بعض؟ واستني جزء تاني عن نفس الموضوع بتفاصيل أكتر. وسلام.